هنتعرف على نوع تاني مهم من انواع البايرز او المشترين في السوق، وهو المشتري العقلاني او المشتري العملي، او ساعات بيقولوا عليه المشتري التحليلي. والمشتري ده نوع من العملاء اللي بياخد قرار الشراء بناء على التحليل الدقيق والحقائق، مش على العاطفة والانجذاب الشخصي للشيء اللي هو يشتريه. يعني المشترين دول بيعتمدوا على اللوجيك وعلى الداتا في تقييم المنتجات والخدمات اللي هم بيشتروها. وغالبا بقى يكون من الصعب التأثير على المشتري العقلاني من خلال القصص الشخصية او الكلام العاطفي، زي المشتري العاطفي اللي كنا خدناه قبل كده او اللي هو الايموشنال باير. وارجع لحلقة المشتري العاطفي لو حابب تعرف كل حاجة عنه. وخد بالك ان المشترون العقلانيون او المشتري اللي هو العملي ده يبانوا انهم منطوين ومنعزلين على نفسهم، لكن اكشلي هم ناس ملتزمين باتخاذ القرار الصحيح في انفاق اموالهم. وده بيخلي التعامل معاهم محتاج استراتيجي مختلفة عن التعامل مع بقية الانواع التانية من العملاء. احنا اتفقنا قبل كده ان كل نوع من انواع المشترين في السوق بيكون له مجموعة من الصفات او الخصائص اللي لازم اكون عارفها كويس كشركة عشان اعرف اتعامل معاه كعميل وما اخسروش بالنسبة لشركتي. ومن هنا اخدك لحتة مهمة جدا بقى. يلا بينا نتكلم عن خصائص او صفات المشتري العقلاني او اللي بيقولوا عليه المشتري العملي، واللي لخصتها لك فقط في 4 صفات او 4 خصائص اساسية للنوع ده من المشترين، وهم كالتالي. 1. بيركز على القيمة. المشتري العقلاني بيهتم بما إذا كان المنتج أو الخدمة بيحقق أكبر قيمة ممكنة مقابل الفلوس اللي هيدفعها أو لأ. يعني بيدور قوي على حتة قيمة مقابل سعر. يعني لو العميل ده نازل بيدور على موبايل جديد يشتريه، فهتلاقيه بيقارن المواصفات مع الأسعار لكل التليفونات المتاحة قدامه في السوق قبل ما ياخد قرار الشراء، زي عمر البطارية، سعة التخزين، والأداء وغيره من المواصفات. رقم 2. البحث والتحليل. النوع ده من المشترين بيستثمر وقت طويل جدا في البحث عن المنتجات وقراية التقييمات والتحقق من المصادر المختلفة. يعني لو المشتري ده عايز يشتري عربية مثلا، هتلاقيه داخل على مواقع بيع العربيات زي كونتاكت كار، هتلاقيه وهيدخل على جروبات العربيات على فيسبوك ويوتيوب ويعمل مقارنات ويقرا مراجعات المستخدمين والمشترين اللي قبله. مش بس كده، ده هيدخل على يوتيوب